لما بتبدأ على اليوتيوب ما بتبقاش عارف هتقدم محتوى ايه، فبتنشئ محتوى وبتستمر فيه لفترة معينة، ولما بتلاقيش المحتوى بتاعك ده نجح بتبقى عايز تغير محتوى القناة. هل ده بيضر القناة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة. خلينا ناخد مثال انك عامل قناة عن الطبخ وبتعمل فيديوهات عن الطبخ واستمريت لفترة معينة. علشان اليوتيوب يعرف ان المحتوى بتاعك ده موجه للناس المهتمين بالطبخ لازم تستمر لفترة معينة علشان الخوارزميات تعرف وتبقى مهتم طبعا بالعنوان والوصف والتاجز والكلمات المفتاحية وكل الكلام ده علشان يتم ترشيحك للناس المهتمين بالمجال بتاعك والمحتوى اللي انت بتقدمه. فلما انت بتيجي تغير المحتوى هتلاقي الفيديوهات اللي انت عملتها، مثلا لو عملتها عن العاب وجيمز هتلاقي الفيديوهات اللي انت كنت بتعملها بتاعت الجيمز تقترح للناس المهتمين بالطبخ، فمفيش حد هيدخل الفيديوهات بتاعتك لان خوارزميات اليوتيوب عارفه ان القناه بتاعتك دي بتقدم محتوى طبخ. فلو عملت فيديو العاب هيتم اقتراحه للناس المهتمين بالمحتوى الطبخ، وعلشان يتم اقتراحك للناس المهتمين بمحتوى الالعاب هتحتاج تستمر لفتره علشان الخوارزميات بتاعت قناتك تتغير ويتم اقتراحك للناس المهتمين بالالعاب. وطبعا برضو زي ما بنقول كل مره لازم تهتم بالعنوان والوصف والكلمات المفتاحيه، ومن الاخر تستهدف الجمهور الجديد. والافضل انك تعمل قناه جديده لو هتغير المحتوى علشان ما تتعبش نفسك يعني، والقناه بتاعتك هتاخد وقت طويل جدا لو انت غيرت المحتوى بتاعها. فالافضل انك تعمل قناه جديده للمحتوى الجديد وتبدأ فيه. ولو انت لسه مش عارف تحدد المحتوى اللي انت تبدأ فيه عملنا فيديو عن اختيار نيتش القناة تقدر تشوفه، هتلاقيه على القناة بتاعتنا على اليوتيوب. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.